انا عايز اعرف احنا ليه بنصحى صلاة الفجر الساعة 5 الفجر؟ وده مش سؤال الحادي، يعني ده دين اسلامي وكل حاجة ليها اجابة، فانا عايز اعرف ليه. انا الصراحة ببقى راجع من الشغل تعبان، وصلاة الفجر الساعة 4 ولا 5 وكلها ساعتين وهصحى، وصلاة انا ببقى بردان ومتغطي ومبسوط وعز نوم بقى وجمال نوم وكلها، يعني ليه الساعة 5 الفجر؟ ومحدش يقول لي علشان ربنا بيختبرك بتحبه ولا لا. انا والله العظيم بحب ربنا، اقسم بالله العظيم انا بحب ربنا. طب عايز اعرف صادق في ده ولا لا؟ بختبر حاجات كتير قوي في اليوم ولكن بتسقط معايا في الفجر. انا بحاول اصحى صلاة الفجر ولكن مش عارف. انا دايما كل يوم وانا بصحى ليه الساعة 5، يعني الساعة 5 الساعة 4، يعني في عز الليل وفي عز النوم وفي عز البرد وفي عز ما انا مبسوط. لحد ما عرفت ان يوم القيامة هيبقى فيه يوم ضلمة جدا، ضلمة، هو يوم ضلمة. وضلمة يوم القيامة يا صاحبي ملهاش علاقة بالضلمة اللي احنا نعرفها، يعني اكيد مش السواد اللي احنا نعرفه، اكيد في حاجة اسود من كده. يوم ضلمة كامل، مفيش نور سما، مفيش نور عربيات، ومطلوب مننا ان احنا نعدي طريق ارق من الشعر، ده مفيش شعر، ارق من الشعر واحد من السيف، وضلمة وارق من الشعر واحد من السيف، وعايزين نعدي. طب لو ما عديناش النار تحت، يعني احنا لو ما عديناش هننزل النار. واحنا في الطريق في اليوم ده في ناس كتير بقى حواليها نور، بقى نور، ناس مش شايفه الضلمه اللي احنا ان شاء الله مش هنبقى شايفينها باذن الله. الناس دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتصلي الفجر. طب الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا، بدايه الحديث بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. يعني الفجر هيكون سبب النور في اليوم ده. فانا مش عارف ايه اقوى حاجه سمعتها خلتك تجتهد على صلاه الفجر، ولكن متاكد ان مفيش اقوى من دي. سلام عليكم.